أهلا وسهلا فيكم متابعيني على قناتي بفيديو جديد. بتمنى تكونوا جميعا بخير وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم رح نحضر فخاد الدجاج أو الدبابيس الدجاج بطريقة الكريسبي. حنعملهم تتبيلة مميزة ورح نشوف سر التغطية لحتى يطلعوا مغطيين معنا مقرمشين مستويين من الداخل ومن الخارج. ممكن نستعمل صدور الدجاج أو أي قطع من الدجاج. أنا هون استعملت الدبابيس أو أفخاد الدجاج لحد تحضرهم. أنا هون عم بعمل ثقوب غميقة بالدجاج. هون على جنب حطيت ماء على النار، حطيت أفخاد الدجاج فيه وراح أسلقهن. راح أحط عليهم المطيبات أو المنكهات من ورق غار وحبهال وكبش قرنفل، أي شي بتحبوه، لحتى أسحب الزفرة منهم. بدي أسلقهم نصف استواء لحتى يستووا معنا وقت القلي كتير منيح. إن كان فخذ الدجاج عندكم كتير كبير أو قطعة الدجاج كتير كبيرة لازم نسلقها لحتى نستوى معنا وما تعذبنا وقت القلي ونحصل على نتيجة مضمونة. إن كانت الدبابيس الدجاج أو قطع الدجاج عندكم رقيقة ممكن نستغني عن خطوة السلق. لنحضر التتبيلة أو تتبيلة التغميس. عندي كوب من اللبن، رح استعمل أنا هون كيلو من الدجاج، رح أحط له كوب كبير من اللبن، حط له ملح حسب الرغبة، ملعقتين صغار بهار الدجاج، ملعقة صغيرة بابريكا، حبة بيض كبيرة، ححط عليهم 7 بهارات ملعقة صغيرة، ححط ملعقة صغيرة من الثوم الباودر أو الثوم المهروس، ححط عصير نصف ليمونة، ححط عليهم زنجبيل أكيد، ححط عليهم 3 ملاعق كبار من الخل الأبيض. أنا هون عندي خل العنب أنا عملته بالبيت، فبحط ملعقة ونص لأنه كتير قوي. هيدي الوصف، هيدي التتبيلة بتخلي الدجاج يستوي كتير منيح من الداخل. هون رح احط تقريبا 3 ملاعق كبار من طحين، احط عليهم كمان ملعقة كبيرة من النشا عفوا. حاخلط المزيج، رح يكون هن عنا الخليط تقيل شوي. هلا حضيف عليه كركم كرمال يعطيه لون حلو. حاخلط، ولانه المزيج هون رح يكون سميك شوي حضيف عليه شوي من الزيت النباتي، ممكن تضيفوا شوية مي. انا ضفت حوالي 3 ملاعق كبار من الزيت النباتي وحسيت انه القوام صار مناسب. ينصح بتتبيل افخاذ الدجاج او الدجاج قبل ب4 ساعات على الاقل. ان تبل معنا قبل بنهار فكتير منيح. انا هون بعد ما سلقتهم نصف استواء تبلتهم بتقريبا 4 ساعات. ننصح انه وقت التتبيل نحطه بالبراد عفوا. هون سر القرمشة رح نستعمل البقسماط او الكعكة مطحون. حط نصف كوب من البقسماط مع كوب من الطحين مثلا، الكمية انت بتحدديها. هاخلطهم، حضيف عليهم البهارات اللي حطيتها انا بالتتبيلة، بهار دجاج وزنجبيل و7 بهارات وكركم وملح. حضيف عليهم بزيادة ملعقتين كبار من النشا، حضيف عليهم ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. نصيحة ما تستغنوا عن البقسماط والنشا بهيدي الوصفة لأنه هي رح تعطيكم سر القرمشة. هون ضفت أنا البهارات وخلطهم وحطيتهم على جنب رح استعملهم وقت القلي. متابعيني إن كنتم أول مرة تشوفوا القناة فيا ريت تضغطوا زر الإعجاب وتشتركوا في القناة وتضغطوا زر الجرس. لا تنسوني تعطوني رأيكم بالتعليقات في آخر الفيديو. راح أعطيكم طريقة كتير سهلة ومريحة لنغمس الدجاج بتغطية كاملة. راح أجيب كيس مطبخ أو أي كيس عندكم، ححط عليه كمية من الطحين والبقسماط، ححط مثلا 3 قطع من الدجاج وراح حركهم بقلب الكيس لحتى يضغطوا بشكل كامل. تقريبا بخلطهم تقريبا لمدة دقيقة وبشيلهم. ما بحط كمية الطحين والبقسماط كلها، بحطها بالتدريج. مثلا كل ما عملت 6 قطع من الدجاج او حسب الكمية عندك نضيف طحين كرمال ما يكتل معنا ويكون معنا طحين على جنب. واذا ما استعملت كمية الطحين كلها بتشيليها وبتحتفظي فيها لوقت تاني. هون خلطهم كتير منيح لمدة دقيقة تقريبا. وانا عم شيلهم لازم اشيل الطحين والبقسماط الزايد كرمال ما هيدا الطحين والبقسماط يصير بزيت القلي عنا ويصير في عنا الزيت كتير شوائب. رح احطهم على جنب. اهم خطوة بخطوة تحضير الدجاج الكريسبي هي خطوة القلي. انا هون بعد ما غمست الدجاج كله حطيت زيت نباتي على النار. لازم يكون عندنا كمية الزيت النباتي كبيرة.
بحمي الزيت بأعلى درجة من الغاز عندي، بحميه كتير منيح. بعد ما أحط الدجاج لازم أحطه على درجة الوسط وأقل كمان، يعني لازم يكون بين الوسط والنار الخفيفة جدا. بقلبهم أول شي، بقلبهم كل شوي، برجع بتركهم لحتى ياخدوا لون من الجهتين وبشيلهم. هيك بيكون عنا الدجاج مستوي من برا ومن جوا ومقرمش، وما رح نشوف اي دجاج نيء. بتمنى تكون هذه الوصفة عجبتكم.